ما تروحش الجيم من غير ما تعرف الخمس معلومات دول. الفيديو مهم جدا، يمكن يكون اهم فيديو هتشوفه قبل ما تروح الجيم او قبل ما تخش مجال الرياضه بشكل عام، فسيب كل اللي في ايدك دلوقتي وركز في الخمس معلومات دول. رقم واحد، انك محتاج 3 جرام بروتين يا مؤمن لكل كيلو من وزن جسمك علشان تقدر تعمل عضلات. بمعنى اصح اللي انت محتاج تصرف الافات في الشهر عشان تقدر تعمل كتله عضليه وتقدر تعمل ضخامه عضليه، ودي اكبر كذبه في المجال ده. شركات المكملات سوقت لها من زمان جدا عشان تقدر تاخد مكملات او بروتين كتير جدا عن الفاضي. المشكله هنا اللي انت مش محتاج نسبه البروتين الكبيره قوي دي، بالعكس انت محتاج نسبه اقل منها بكتير جدا. ممكن تعمل عضلات وشكل حلو قوي، فورمه جامده جدا باقل كميه بروتين ممكنه، بس اهم حاجه اللي انت تكون فاهم كميه البروتين دي ممكن تكون عامله ازاي. كميه البروتين اللي انت ممكن تكون محتاجها من 1.5 ل 2 جرام لوزن العضلات بتاعه جسمك، مش وزنك كله. يعني بمعنى اصح لو واحد وزنه 130 كيلو وعباره عن دهون اكتر الوزن بتاعه، ينفع ياخد 3 جرام او حتى 2 جرام من وزن جسمه كله؟ اكيد لا. شغل دماغك وما تخليش حد يضحك عليك. رقم 2، انك محتاج تتمرن على الاقل 6 ايام في الاسبوع تمرين مكثف لمده 3 ساعات كل يوم عشان تقدر تعمل عضلات وتقدر تحرق دهون، وده مستحيل يحصل اصلا. لو انت عملت كده هيحصل لك اجهاد عضلي عالي جدا لدرجه ان انت مش تقدر تبني عضلات وجسمك هيكون في حاله هدم مش حاله بناء. ففكره انك تروح الجيم كل يوم 3 ساعات في اليوم دي اكبر خرافه علشان تعمل عضلات. ممكن تعمل عضلات بيومين بس في التمرين في الاسبوع كله من اوله لاخره، ممكن تعمل عضلات بنص ساعه تمرين بس اليومين بس، يعني مجرد 60 دقيقه في الاسبوع كله يخليك تقدر تعمل عضلات على مدار الوقت. رقم 3، ان اللعبه دي غداره، تسيبها تسيبك. معنى اصح اللي انت لو وقفت تمرين عضلاتك اللي انت عملتها على مدار الشهور والسنين اللي فاتت دي راحت منك. مفيش حاجه اسمها كده يا كابتني. كل الموضوع اللي احنا العضلات بتاعتنا جزء كبير جدا منها، يمكن 70% مكون من الميه، فلما بتقلل شيل الوزن وبتقلل كميات الاكل اللي انت بتاكلها، الميه دي بتنسحب من جوه، فبالتالي حجمها بيقل مش بيزيد. لكن اول ما ترجع تاكل زي الاول وتتمرن زي الاول تلاقي نفسك عملت عضلات زي الاول. رقم 4، ودي خرافه كبيره جدا في مجال كمال الاجسام، انك لازم تاخد مكملات وابر او منشطات او محسنات للاداء عشان تعرف تعمل عضلات كبيره وضخمه وناشفه. مع الاسف في ناس كتير جدا حتى لو خدت هرمونات ومنشطات برده مش هتعمل فورمه، لان المساله مساله جينات بحد كبير جدا. كل واحد فينا ليه جينات عضليه. يعني مثلا ممكن تلاقي لعيب كوره شاطر جدا اللي هو ياخد الكوره ويوصلها للمرمى على طول، ولاعيب تاني بيقدر يدافع كويس قوي وما بيخليش الكوره تخش المرمى بتاعه. هنا الجينات بتتحكم في الموضوع. في ناس تقدر تجري لمده نص ساعه من غير ما تتعب، في ناس تقدر تجري 100 متر بس بسرعه قويه جدا لكن ما تقدرش تمشي النص ساعه دي. ففكره اللي انت تكون متخيل ان جسمك مستحيل يكون كويس من غير منشطات ومكملات دي فكره غلط جدا. ورقم 5 والاخيره، ودي اللي انا واحد من الناس اللي كنت بعاني منها جدا جدا جدا، ويمكن 90% من الناس بيعانوا منها اللي بيروحوا الجيم، ان هم بيعملوا دايت غير مناسب للناس البشريه خالص. دايت من غير ملح، من غير سكر، من غير رز، من غير شوفان، من غير اي مصادر كربوهيدرات، بيعتمد بس على مصادر البروتين، وده غلط جدا جدا جدا. الدايت المتوازن اللي انت تقدر تعمل بيه عضلات وتحرق بيه دهون وكمان صحتك تكون كويسه، وحط تحت دي مليون خط، لازم يكون فيه كربوهيدرات نشويات، ولازم يكون فيه بروتين، ولازم يكون فيه دهون، لان الدهون مهمه جدا في الجسم. فاهم حاجه لما تمشي على دايت، امشي على دايت فيه كل العناصر الغذائيه، ما تمشيش على دايت ناقصه حاجه من الحاجات دي. انا كوتش احمد عجلان، بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين. فلو اول مره تشوفني اعمل لي متابعه وشير لصاحبك عشان هو كمان يستفيد، واهم حاجه خلي عندك يقين بالله. وبالمناسبه لو محتاج نظام تدريبي او غذائي ابعت تسالني عن باقات التدريب الاونلاين. يا متين يا رب، سلام.